السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى، ده فيديو إعادة تدوير أي حاجة في الشقة يا جماعة قديمة، أو أي حاجة موضتها بطلت لازم نعمل لها إعادة تدوير. بس قبل أي حاجة بقى لازم نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه رأيكم بقى في شكل البرقع القديم؟ البرقع ده بقاله 5 سنين، عملت منه 3. واحد 2 نفس الشكل ده، وواحد شكل تاني عشان كانت الستارة أكبر اللي هي البني، اللي أنا برضو قصيتها من النص وعملتها ستارتين بدل برقع، عملتها ستارتين. بتبقى فوق الستارة التل أو الدانتيل أو الايه أو الستان. ديت بقى علشان هي صغيرة. آه، فقررت ان انا اعملها واحدة بس، مش هتبقى ستارتين بقى، هتبقى واحدة. فبما ان برضو ان هي طويلة، فكان لازم ان انا اتصرف وان انا ما بهدلش القماش او ان انا ما اقطعهاش. انا ما كنتش عايزة اقطع حاجة منها خالص، فقررت ان انا اعمل تانية من فوق كده. تدي شكل من فوق، يعني تدي شكل من فوق، تبقى ايه، تبقى نازلة كده من فوق. بصوا هتشوفوها في الاخر، بس حاولوا تفهموا الفيديو معايا ان انا هعمل ايه. انا مش عايزه ان انا اهدر في مش عايزه ان انا اقص، ولا عايزه ان انا اعمل ابوظ اي حاجه خالص. والشريط حتى اللي انا فكيته ده انا سبته زي ما هو، على اساس لو انا حبيت ارجعها تاني زي ما كانت. ولو اني يعني مش هضطر ان انا ارجعها، لانها هي بصراحه النتيجه روعه. اهو شفتوا اللي انا الحته اللي انا قلت لكم عليها دي، بدل ما اقصها انا تنيتها لقدام وخيطت من وراها شريط اللي احنا بنركب منه الحلقات. انا دلوقتي بدبسها في الستاره اللي هي اللي تحتها ليه. قبل ما اركب الحلقات عايزه اجرب واشوف شكلها الاول عامل ازاي. فانا دبستها بدبابيس كده على الستاره التانية اللي هي الصفرة اللي قدامكم دي، ستاره الاطفال. دبستها عليها بدبابيس، وقلت هطلعها الاول على الماسوره اشوف شكلها ايه، وبعد كده ابقى انزلها اركب لها الحلقات بقى. اللي خلاني اعمل كل ده بسبب الحلقات بتضيع وانا بقى بصراحة يعني مش عايزة اشتري حلقات تانية وكده. وفي نفس الوقت البرقع بيبقى بصراحة بقى موضة قديمة، مبقاش حد عنده برائع دلوقتي، كلها الستارتين بيبقوا فوق بعض زي الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا بقى، انا شفتها دلوقتي حسيت ان هي جميلة جدا ومظبوطة. قلت اظبط الدنيا اكتر بقى، هبدأ ان انا انزلها واركب لها الحلقات، وشوفوا النتيجة عاملة ازاي. حد يصدق ده البرقع؟ حد يصدق الجمال ده طلع من البرقع؟ والبرقع كان شكل زمان، كان بيبقى بالنسبة لزمان كان بيبقى حلو، لكن دلوقتي الستارة دي شكلها أحلى. بعد ما عملتها بقى قررت ان انا ايه، عشان مش هحط الاتنين دول على بعض تاني. حطيتها على الدانتيل زي ما انتوا شايفينها كده، او الشيفون زي ما انتوا شايفينها. فانا قررت ان انا ايه، بما ان ستارة الاطفال دي انا هحطها لوحدها بعد كده. بحب احطها في الصيف بقى كده عشان بيبقى البلكونة مفتوحة. فقررت ان انا برضو اشيل الحلقات، علشان انا مش عايزة الستارة عندي تبقى بحلقات، لانها زي ما انا قلتلكوا بتضيع مني. دلوقتي بقى كل الستاير اللي طالعة ان هي الستاير المقصوصة ديت، ومحطوط متركب فيها الحلقات بتاعتها، بتبقى شكل بس كده. فعادي انا لما انا قصيتها دلوقتي زي ما انتم شايفين، انا مركبتش فيها اي حاجة، هو انا قصيت وعلقتها على طول. وادت نتيجة روعة، يعني حد باين ان فيها حاجة، باين ان هي مقصوصة ولا اي حاجة خالص. بصراحة الفيديو حلو، يستاهل تحطوا له لايك وتعملوا له شير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوا القناة. وفعلوا بقى زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله. وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، وما تنسوش برضو تقولوا له ايه رأيكم في الفكرتين دول. وفعلا بجد هتوفر عليكم كتير جدا من وقت تركيب الحلقات، وشيل الحلقات عشان تغسلي الستار ديت. بصوا سهلة خالص، هتنزلوها كده. وحاجة كمان برضو معلومة كمان، علشان لو في ستار عندكم بتتنسر، ممكن بعد ما تقصوها كده، يعني انتوا خدتوا مقاس اللي هي الدايرة دي بتاعت الماسورة، انتوا قصتوها. لو حسيتوا ان هي بتتنسر بالولاعة كده، وتمشوا على الدايرة بالولاعة، وتمشوا على الدايرة، ومش هتنسر ولا هتعمل اي حاجة خالص، وهتتغسل ومفيش اي مشاكل. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.